السلام عليكم لكل متابعين قناتي، يا رب دايما تبقوا بخير وبسعادة. احب ابدا الفيديو بتاعي زي كل مره بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وطبعا ما ننساش ان نشكر متابعيني الكرام اللي دايما بيدعموني. شكرا ليكم. النهارده طبعا انا جايبه لكم فيديو لذيذ كده ومختلف شويه واكيد هتحبوه لان كل ستات البيوت اللي معايا شاطرين. دي حاجة مش عايزة كلام. بس قبل ما ابدأ الفيديو بتاعي طبعا الناس الجديدة اتمنى ان هي تعمل اشتراك في القناة او سبسكرايب، وما تنسوش ان انتوا تضغطوا على رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد الفيديوهات بتاعتي. طبعا النهارده انا جايبه لكم ان ازاي ننظم التلاجة بطريقه سهله وبسيطه. هي جزء مش عملي، بس هي افكار عجبتني بصراحه وحبيت ان انا افرجكم عليها واقول لكم عليها. وهي ان احنا مثلا ننظمها بطريقة سهلة. يعني ايه هي الفكرة في الطريقة دي؟ ايه في ان انا بنظم التلاجة، منها تنظيم للتلاجة، ومنها ان انا بحافظ على التلاجة من ان هي تتبهدل بسرعة، او يعني ما تبقاش مرتبة. ولو وقع مني اي حاجة مثلا على التلاجة في التلاجة من جوه ما تبقاش ما يصعبش عليا ان انا يعني اسيبها بقى وابقى كسلانه عنها ومش عارفه وكده. لا، ان شاء الله الفكره هتعجبكم جدا. بصوا، انا عملت هنا شكل مفارش في التلاجة بالطريقه دي. انا كنت نزلت الفيديو ده قبل كده وجاب نسبه مشاهده عاليه جدا، اكتر من 200 الف مشاهده. بس في ناس طبعا في الكومنتات قالت لي ايه، قالت لي انت ممكن المفارش دي تعمل مشاكل في التلاجة. ازاي؟ يعني ممكن ما توصلش البرودة صح عن طريق للاكل، فلذلك الاكل يفسد بسرعة او يبوظ او كده. عايزة اعرفكم حاجة. انتوا شايفين شايفين الشكل ده؟ انا بفرش التلاجة كده عندي بالنمط ده بالظبط، بغطي التلاجة كلها. مش بعملها بنفس المفارش دي كمان، يعني مش بسيب مساحة. وبقالي زمان بقالنا كتير جدا. والتلاجة الاكل لا بيفسد، الحمد لله تمام، والاكل كويس جدا، والبرودة توصل كويس خالص، ومفيش اي مشكلة في التلاجة. بل بالعكس، انا لما افتح التلاجة بحس ان انا عينيا مستريحة، الدنيا متنظمة، الدنيا مظبوطة. مفيش حاجة متبهدلة. الفكرة التانية انا بقدمها لكم في التلاجة ان انا انظم الاكل عن طريق باسكات كده، او علب او سلات صغيرة كده. اجيبها انظم فيها الاكل. شايفين الاكل متنظم وبتاخد مساحات كبيرة جدا عندي في التلاجة؟ شايفين كده؟ الالوان جميلة ازاي، في تناسق هو طبعا في ناس تقولي انا ما بلاقيش الحاجات دي. انا هجيب لك فكرة، استنوني كده في الاخر في فكرة. في علب موجودة عندنا في كل البيوت، وسهل ان انت تجيبيها. شايفين هنا برضو هنا واخدة مساحة كبيرة ازاي؟ شايفين الالوان والنظام؟ بصراحة انا بيعجبني الحاجات دي جدا، لان شايفين دي العلب اللي بقولكوا عليها. العلب دي طبعا موجودة في كل بيت عندنا، البيت ما بيخلاش من علب الحافظة بتاع الطعام. موجودة وموجودة في المولات، وهتلاقوها في المحلات كتير. بصوا، محطوط فيها الخضار والفاكهة والبيض والثوم، وبصوا حاجات كتير جدا موجود فيها، مكتوب ممكن تحط فيها كل حاجة، فاكهة وخضار وشايفين كمان هنا العلب دي محطوط فيها ايه؟ محطوط فيها الكاتشب والمايونيز والمستردة والصلصات والحاجات دي كلها. بنظم بيها التلاجة. شايفين كل حاجة هنا؟ شايفين هنا مفيش مفرش ولا حاجة، بس التلاجة منظمة جدا. انا برجح المفرش ليه؟ لان انا لو حاجة وقعت اكيد يعني امر طبيعي عفويا لازم يقع مني حاجة في التلاجة غصب عني، اكلات بقى، مية، عصاير، وانت بتشيلي الطبق غصب عنك ممكن يقع اي حاجة. فسهل على طول، اي قماشة بتاعت الفوطة بتاعت المطبخ هجيبها وامسح بيها التلاجة. مش هتحتاج بقى ان انا اشيل الرفوف، من الرفوف تبقى تتبهدل مني او كده. لا، الدنيا بسيطة وسهلة جدا. شايفين حتى باب التلاجة معمول ازاي؟ فكرة. النظام دايما بيريح العين وبيريحك نفسيا، يعني حتى بيديكي طاقة ان انت تعملي حاجة تانية. يعني ما تلاقي الحاجة منظمة وجميلة كده قدامك، بيديكي طاقة بتعملي حاجة احلى كمان. شايفين الالوان والجمال والشياكة؟ بصراحة جميلة. شايفين هنا مفيش اهو مفارش زي ما قلت لكم. انا جبت لكم الفكرتين عشان يبقى واضح لكم. لو انت مش حابه تعملي مفارش وحاسه ان هي ممكن تاذي التلاجة او الاكل، براحتك. بس انا عن تجربه شخصيه لي لا، ما حصلش معايا اي مشكله خالص للتلاجة. شايفين هنا السلات دي بتبقى لونها بيبقى جميله، لونها حلو، وبعدين بتبقى مفتوحه، بتدي
تهوية كمان. اهو زي ما انتم شايفين كده، شايفين النظام والشياكة والالوان. الباسكات دي بتبقى حلوة في التهوية بقى والحاجات دي. شايفين هنا كده، شايفين ان الباب بتاع التلاجة. شايفين هنا برضو ديت حتى محطوط فيها اكياس اللي بتبقى مثلا الخضار الجاهز اللي هو المثلج والحاجات اللي انا حافظاها في التلاجة، الخضار واللحمة وكده. شايفين هنا مفيش هنا اي مفارش ولا اي حاجة، بس منظمة حتى في الفريزر. بصوا ميزة هنا الفريزر بقى في الحاجات دي ايه، في ان انا مثلا لو انا عندي في توم مثلا، ناس بتجهز التوم وتعينه تفرزه، او السمك او الحاجات اللي بيبقى ليها ريحة نفاذة دي، لما اجيبها واحطها في قلب التلاجة كده واغطيها، بتدي يعني بتقفل على الريحة، بحيث لما احط حاجة تانية ما تلقطش من الريحة بتاعة التلاجة. شايفين الالوان والجمال بصراحة حاجة يعني تبهر، يعني انا بنفسي ببقى مبهورة بالحاجات بالالوان دي، بتدي راحة رهيبة للعين، وبتديكي طبعا نشاط ان انت تعملي حاجة تانية جديدة. هو شايفين النظام، هو اكيد طبعا يا جماعة مش شرط بيتنا فيه كل الحاجات دي زي ما انا بقول. اهو شايفين الاكياس والمخللات والبيبس والفاكهة وكل الحاجات ديت اهي زي ما انتم شايفين. بصوا العلب دي بقى، العلب دي اظن موجودة في كل بيت، ما بيخلاش البيت منها العلب البلاستيك بتاعة الاكل، ان انا بحفظ فيها الاكل الباقي مثلا او حاجة، او عايزة احط فيها اي حاجة، محطوط فيها اهي الزبادي، الشوكولاتات، البيض، الفاكهة، كل حاجة زي ما انتم شايفين التلاجة دي صغننة على فكرة، مش التلاجات الكبيرة، بس رغم ذلك ما شايلة حاجات كتير ازاي، لان الترتيب والنظام دايما هو بيديكي افكار ومنظر رائع للتلاجة عندي. شايفين دي بقى الفكرة انا عايزة اقول لكم عليها برضو. الفكرة دي ادراج كده جاهزة بتتحط، بتتباع في المولات. بتتحط مثلا، بيبقى الدرج عشان تستغلي فوق وتحت الدرج، الرف فوق كده وتحط فيها بقى، بتستغلي بياخد برضو ايه حاجات كتير في التلاجة عندك، ادراج كده بتتحط في التلاجة زي ما انتم شايفين. او شايفين الفريزر برضو. بصراحة يعني شايفين الفكرة دي. طب ما اقولها لكم بقى بالمرة وانتوا معايا، الفكرة بتاعت الخضرة دي، عشان تحافظي على الخضرة مساحة اكبر في التلاجة. بتعملي ايه، بتجيبيها بحطها كده مثلا في اي قطعة قماش، اللي بجيب الخيش يعني احطه في اي قطعة خيش، مش قماش، قطعة خيش عشان يبقى فيها تهوية كده، او ورقة، او مثلا منديل زي ما انتوا شايفين، وارش عليه على قطعة الخيش دي شوية مية بسيط كده، وبعدين الف الخضره في قلبيها، وبعدين احطها في، يا سلام بقى لو انا حطيتها في علبه ما سبتهاش كده، حطيتها في علبه وقفلتها، بتحافظ بقدر المستطاع بنسبه كبيره على نسبه الخضره، تبقى يعني في قلب، تبقى الخضرة يعني تحتفظ بيها اكبر نسبة ممكنة. ماشي. شايفين هنا برضو متنظمة ازاي بعلب صغيرة مستطيلة كده، واخدة شكل عشان بحيث ان هي تاخد العلب او البرطمانات بتاعة المربى او الصلصة او الحاجات دي. اهو شايفين اهو. اظن هنا طبعا مفيش مفارش ولا اي حاجة، بس متنظمة بطريقة ايه يعني لذيذة يعني. وهنا هكذا نفس النظام برضو اهو. طبعا هو فيديو سريع كده، لو عجبكم طبعا نمط الفيديو ده ممكن تعرفوني في الكومنتات، وممكن اعمل لكم نفس النظام في ترتيبات البيت مثلا او ديكورات معينة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى الناس الجديدة تعمل اشتراك في القناة او سبسكرايب، وما تنسوش ان انتوا تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد الفيديوهات. وشكرا ليكم.